لمدة 950 سنة كان بيدعوهم للخير، والرد كان السخرية. لكن اللحظة الأصعب ما كانتش في كلامهم، اللحظة الأصعب كانت لما جاءله الأمر: واصنع الفلك. تخيل نبي بيبني سفينة ضخمة في قلب الصحراء، مفيش بحر، مفيش أنهار، مفيش غير رمال وشمس حارقة. كانوا بيمروا عليه ويضحكوا: يا نوح، صرت نجارا بعد ما كنت نبيا؟ أين البحر الذي ستجري فيه هذه السفينة؟ وهو كان بيرد بيقين: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. بنى السفينة بخشب زرعه بإيده، وبأمل زرعه ربنا في قلبه، لحد ما السماء اتفتحت والأرض انفجرت عيون، وبقت السفينة هي الأثر الوحيد اللي نجا من الطوفان. قصة نوح مش بس قصة طوفان وغرق، دي قصة أي حد فينا بيحاول يبني مستقبله والناس شايفة إنه بيضيع وقته. ممكن تكون دلوقتي بتبني سفينتك بالمذاكرة أو بحلم مفيش حد مصدقه، والكل حواليك بيسأل إيه لازمة اللي بيعمله. اسمع لقلبك مش لكلامهم. ربك اللي أمرك بالسعي هو اللي هيخلق لك البحر اللي يشيل أحلامك ويوصلك لبر الأمان. ابني سفينتك النهاردة بالصبر واليقين، عشان لما الكل يغرق في حيرته انت اللي تنجح. وفي النهاية عايزة أقولك: اترك أثرا يبقى أثرك.